هم قالوا لك ان هو اللي كسرها؟ يا حرام، ظلموه. طبعا انا لو سألتك مين اللي كسر مناخير ابو الهول، من غير تفكير هتقولي طبعا نابليون بونابرت. بس الحقيقة ان احنا ظلمنا الراجل ده. ليه بقى؟ لان مش نابليون اللي كسر مناخير ابو الهول، لانهم لقوا رسوم لابو الهول قبل الحملة الفرنسية بكتير قوي، حوالي 60 سنة، وبرضه لقوا مناخيره فيها مكسورة. يبقى مش نابليون بونابرت. امال مين يا ترى؟ كان في واحد اسمه صائم الظهر، كان راجل متشدد قوي في الدين. خد الفاس بتاعه وقام رايح على ابو الهول وكسر مناخيره، على اعتبار يعني ان هو من الاصنام. طبعا هو كان عايز يهد كله، بس ما قدرش غير على مناخيره بس. والكلام ده سنة 1378، وساعتها صائم الظهر ده خد إعدام على الموقف اللي هو عمله ده، لأنه يعتبر تعدى على ممتلكات الدولة. عرفتوا بقى